بين الاي سي دي ال والاي سي 3. ايه الفرق ما بينهم؟ الاي سي دي 4 برامج، الاي سي 3 7. ايه الاي سي دي؟ وورد، اكسل، اكسس، باوربوينت، ده الاي سي دي. انما الاي سي 3 وورد والاكسل والاكسس والباوربوينت، وضيف عليهم الاي تي والشبكات والانترنت. خلاص؟ بس في المحاضره انا عايز تركيز اكتر. طيب عندي اول برنامج هبدا بيه النهارده اللي هو الوورد. بستخدم الوورد في ايه؟ في الكتابه. بستخدم الاكسل في ايه؟ بستخدم في الحسابات. اي حاجه فيها حسابات، جمع، طرح، ضرب، جسمه، يبقى اكسل. بستخدم الباوربوينت في ايه؟ بستخدم في عرض شرائح. لو انا شغاله مثلا في شركه وعندي ناس كتير وعايز اعرض لهم شغل معين، هجيب شاشه البروجيكتور الكبيره وهبدا اعرض الشغل بتاعي على الكمبيوتر. طيب عندي البرنامج الرابع اللي هو ايه؟ الاكسس. الاكسس ده للبيانات. اي حاجه فيها بيانات اروح الاكسس على طول. طب ايه البيانات؟ زي ايه؟ عندي مثلا الاسم، رقم التليفون، العنوان، الرقم القومي، كلها دي اسمها بيانات عن الشخص. او مثلا جايبه منتجات لشركه معينه يبقى اعملها على الاكسس. عندي المنتجات اللي جايباها للشركه دي هكتب مثلا بيانات عنها ان هي المنتج ده رقم 13، سعره مثلا 150، يبقى دي اسمها بيانات. فبروح على الاكسس وبكتبها على الاكسس على طول. افتحوا معايا الوورد. هبدا افتح الوورد ازاي؟ بس قبل ما افتح الوورد انا عندي مكونات الجهاز الاول. عندي الشاشه وعندي الكيبورد وعندي الكيسه وعندي الماوس. الاربع مرتبطين ببعض، ما ينفعش اسيب واحد منهم واقول انا استخدم الكمبيوتر. طب اشغل الجهاز عندي ازاي؟ عندي الكيسه دي هي اللي بتشغل معايا الجهاز. عندي زرار الباور في الكيسه نفسها اللي هو ده اهو، لو ابتديت ادوس عليه هيبدا يعمل لي صوت، هو ده اللي بيفتح معايا الجهاز. بس هنا طبعا عاملينه بزرار، في زرار عندك هناك هو ده اللي بيفتح الاجهزه كلها. طيب عايز افتح اول برنامج اللي هو الوورد. هفتح ازاي؟ من كليك يمين وهدوس على كلمه نيو او كلمه جديد. يعني في ناس يبقى عندها نيو، في ناس يبقى عندها جديد. وهتلاقي عندك مايكروسوفت وورد دوكيومنت. هبدا ادوس عليه هفتحه اهو. كله فتح الوورد. تاني هبدا افتح من كليك يمين وهلاقي كلمه جديد او نيو في اي مكان فاضي. شيل الاكس الاول وابدا كليك يمين ونيو وعندك مايكروسوفت وورد دوكيومنت. دوس على كده هاتي مايكروسوفت. اتفضل حضرتك عرفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمود فتحي عكاشة، أخصائي تخاطب وتوحد وتعديل السلوك ورشاد وسائل. حضرتك أنا بقدم هنا في الأكاديمية للأطفال فرط الحركة وتعديل السلوك وإقراء النطق للندبات، وبشتغل برضو الأطفال عندهم نسبة توحد. تمام. بشتغل الإقراءات اللي عندهم نسبة توحد. المواعيد بتاعت حضرتك في الأكاديمية من كام لكام؟ باجي ان شاء الله يوم الاثنين والخميس من الساعه 11 لغايه الساعه 4 العصر. تمام، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا دكتور، بالتوفيق لحضرتك. طبعا ده الأكاديمية أمام مدرسة بدر الإعدادية في ديروت غرب المركز الطبي مباشرة. يعني ده كورس برضو لدكتور ماس، حساب ذهني طبعا، كورس تخاطب. وزي ما حضراتكم شفتوا الدكتور جوه هنا الكورس كامل. طبعا الأكاديمية لسه مفتتحينها، وأسعارهم بصراحة خيالية جدا، أسعارهم حلوة جدا، رخيصة والله. يعني كورس الكمبيوتر هنا ب 300 جنيه اللي هو الإكسل والوورد. هصور لحضراتكم طبعا الأجهزة. طبعا الأكاديمية بالأجهزة. ومعانا طبعا الأستاذة المعلمة والمدربة الأستاذة نجاة. اتفضل يا أستاذة، قولي اشرحي لنا الشغل بتاعك في الأكاديمية أو اللي بتقدميه للطلبة هنا في الأكاديمية بالنسبة للكورسات. بس علي صوتك شوية. وانا بقدم كورس الاي سي 3 والاي سي دي اللي هو الاوفيس كامل، وورد، اكسل، اكسس، باوربوينت، اي تي، شبكات انترنت. تمام. ده اللي بقدمه للاكاديميه. ده اللي موجود عند حضرتك يعني.
طب عرفيهم باسمك. انا اسمي نجاة حامد هاشم، خريجة كلية التجارة السنة اللي فاتت 2021. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك بالتوفيق ان شاء الله. بالنسبه للاسعار طبعا عند المدام بره، هي اللي عارفه ان الكورس ب 300 جنيه ها. خلي بالك انا مشترك. ربنا يوفقكم ان شاء الله يا رب. سيف از. تاني عايزه احفظ الملف بتاعي عندي طريقتين. اول طريقه اللي هي فايل، على ايدك اليمين اول حاجه فايل. سيف از تمام. ها وصل. بعد فايل سيف از هيظهر لك اختيارين، يا اما الديسكتوب يا اما تحفظ على الديسكتوب يا اما تحفظ على الدوكيومنت. هيظهر لك اتنين، يا اما الديسكتوب يا اما الدوكيومنت. شوف انت هتحفظ فين. دي طريقه. الطريقه الثانيه خلاص ما تحفظها غير لما اقول لك. الطريقه الثانيه من الكيبورد كنترول اس. ادي كنترول وادي اس الاثنين مع بعض. ادي كنترول وادي اس. ها كنترول اس. دوس عليها هيفتح لي نفس القائمه اللي هي دوكيومنت او ديسكتوب. شوف انت هتحفظ فين. طيب عندي معلومات مهمه في الملف وعايز اعمل لها كلمه سر عشان محدش يدخل على الملف غيري. هجيب كلمه السر منين؟ افتح لي فايل برضو وهتلاقي كلمه INFO يعني انفورميشن معلومات. INFO انفورميشن يعني معلومات. وهتلاقي عندك رمز قفل ومفتاح مفيش غيره. دوس عليه كليك شمال هيظهر لك اختيارات، اختار برضو القفل والمفتاح. يلا افتح دي دوس عليه كليك شمال. حط الرمز بقى. وحط الرمز بقى، دخل الرمز بتاعك بس يفضل تكون ارقام. احط رمز عادي ولا؟ اي رمز يفضل تكون ارقام.